برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. يا أهلا يا أهلا يا أحلى مساء الخير عليكم أحلى مستمعين راديو برونتو في كل مكان. أتمنى تكونوا بخير. معاكم برنامج جديد على راديو برونتو 5 على الرايق. معاكم ياسمينة في أول حلقة لنا النهاردة. تعالوا نبتدي. إحنا عامة برنامجنا يكون بيتكلم بشكل عام عن علاقتك بنفسك وإزاي تحسن علاقتك بنفسك عشان تقدر تبقى موجود كمان لكل اللي حواليك، وإزاي ده بيساعدنا. ده من أكتر الحاجات اللي مش واخدة حقها أو معترف بيها ما بين الناس ما بين بعض، حتى ما بيننا وما بين نفسنا. يعني مثلا كم مرة قلنا هنروح كورس وكستلنا، قلنا لا أنا لازم يبقى أصحابي كلهم معايا، إيه ده أنا هروح لوحدي، في الآخر بنكستل عادي ومش بنعمل أي حاجة. حاجة كويسة طبعا إن يبقى في صحاب معانا بيشجعونا وكل حاجة معانا، لكن إنهم يكونوا في كل خطوات حياتنا صعبة شوية دي. أكيد كل واحد ليه حاجة مسؤول فيها أو ليه حياته. جامد جدا إنهم يبقوا معانا، بس عارفين إيه الأجمد؟ إننا نقدر إن إحنا نعتمد على نفسنا ونحبها بشكل أكبر، ونبقى رايحين نعمل الحاجة اللي بنعملها دي وإحنا مبسوطين جدا، سواء إحنا كان معانا حد أو لوحدنا. ومش معنى ان الشخص ده كان مش معايا ان انا مش هروح اعمل الحاجة دي. لازم نبقى طول الوقت مستنيين ان اللي حوالينا عاش وبرافو وكده. لو الكلام ده موجود تمام جدا، بس مش موجود، انا بقى جاي اكلمكم في النقطة دي، ان يبقى احنا مكملين برضو. لان احنا يبقى حد حواليك 24 ساعة، يعني دي حاجة تكاد تكون مستحيلة اصلا. في الاخر احنا بنتعلم او بنروح الجيم ولا الكورس عشان احنا، مش علشان يكون اللي حوالينا مبسوطين. حتى يا عم لو حواليك العالم كله بيشجعك وانت ما فيش من جواك حاجة بتقولك يلا كمل، فانت يعني كل التشجيع ده هيكون على الأرض أصلا، لأن انت اللي بتزق نفسك وانت اللي بتقرر انك تقوم تاني. في البداية كده معظمنا بيوصل للحالة دي من تقدير النفس بقى أو الاكتفاء الذاتي دي، اللي هو بالصدمة كده، اللي هو ايه ده أنا احتجت فلان وما كانش جنبي، طب ازاي؟ ونفضل بقى نخش في تروما وانا ما حدش بيهتم بيا ومش عارف ايه. بعدين بقى بتوصل لفكرة ان مش لازم كل ده، انا ممكن ابقى كويس جدا لوحدي. وخلوا بالكم كمان ان مش معنى ان حد ما كانش جنبك في مشكلة ولا مشوار ان هو بيتخلى عنك ولا المشكلة فيك انت، لا خالص. هو اكيد كان عنده حاجة تانية شغلاه. وتعالى احسبها كده من الناحية التانية، طب ما انت برضو اوقات كتير جدا بيكون حد من عيلتك ولا صاحبك بيكلمك وانت مثلا مش قادر ولا ما عندكش وقت ولا ما عندكش الطاقة دي ان انت اصلا تساعدهم. كلنا يا جماعة مخلوقات من الطاقة دي بتخلص عندنا في أوقات كتير جدا، ولازم نشحنها كل شوية. وده هيكون موضوعنا في الحلقات اللي جاية. أنا بس عايزة أقول لكم حاجة في الآخر، إن أنت لما تحب نفسك بالشكل الكافي وتقدر تديلها أهميتها، إن أنت مش هتعاني قوي من الصدمات، وإن أنت بالعكس أنت تبقى شايف اللي هو طب أنا عديت بكل ده لوحدي، طب والله جامد أنا كنت لوحدي وفخور قوي، انا عديت بده ولسه واقف على رجلي. وبتكتشف ان انت جواك طاقة انت نفسك ما كنتش تعرفها، وبتخرج من كل تجربة اقوى من الاول واحسن بكتير. وده كان موضوع حلقتنا النهاردة، واستنونا في حلقة جديدة على برنامجكم 5 على الرايق على راديو برونتو اف ام. اشوفكم الاسبوع الجاي.